كام خرافة كده اتربينا عليهم وأثروا جدا جدا في شخصيتنا واحنا بنكبر. واحدة منهم مثلا ان انت لازم تكون دايما بيرفكت 100%. ايه ده، جبت درجة قليلة في الامتحان 99.9 من 10 من 100؟ اطلاقا، ما ينفعش خالص، لازم تكون الاول. ولازم تكون دايما عند حسن ظن اللي حواليك. الفشل ده مش في قاموسك اصلا. غلط جدا. كل انسان لازم يتعرض للفشل عشان يعرف قيمة النجاح، وعشان يعرف ينجح اصلا في حياته بعد كده. لو سألنا اي حد من الناجحين ايه اللي حصل لكم في بداية حياتكم، هتلاقوا ان هو الفشل ده كان طبيعي جدا في بداية الحياة. طبيعي. تاني بقى خرافة اللي زي الاولانية كده بالظبط، اللي هي الخرافة ان انت ما تحطش نفسك في الاول. لازم تكون شمعة تحترق لاجل الاخرين، والا تبقى انسان وحش مش كويس خالص. يعني إيه ده؟ ازاي يعني انت بديت نفسك على الناس التانية دي؟ لا، ما ينفعش خالص. لازم دايما الناس هم اللي في الاول، وانت الطرف التاني في الموضوع، او انت ورا ورا في سلم الاولويات. ما ينفعش تبقى الاول. غلط جدا. لازم انا احط نفسي الاول. اساعد الناس طبعا بقدر ما استطيع يعني، لكن في الاخر انا ومصلحتي احطهم في الاول من قبل اي اعتبار لاي حد تاني. خلينا عارفين ان احنا مهما عملنا للناس، الناس دايما شايفين ان احنا في حاجة ناقصة كده ما عملناهاش. في مثل بيقول لو اديت لحد صباعك ياكل دراعك. يعني هو المثل ده انا مش معاه قوي، لان احنا المفروض بنساعد الناس لوجه الله. لكن دي حقيقة. احنا نساعد الناس ونحاول نكون واقفين جنبهم لكن ما نجيش على نفسنا. نخلي اولوياتنا هي احنا واحتياجاتنا، وبعد كده نشوف الناس التانيين. لو احنا مش راضيين نفسنا ومش موافين احتياجاتنا، مش هنعرف نساعد الناس التانيين ونقف جنبهم. خلونا نحط كل شيء في سياقه الصحيح. نساعد الناس لكن ما نجيش على نفسنا، وما نقللش من احتياجاتنا ومن قدرتنا على ان احنا نوفي احتياجاتنا في الاول، وبعدين بقى نغطي احتياجات الناس التانية.